اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن زيارته لعدد من الدول الخليجية بمثابة خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان بمطار أسنيبوغ في العاصمة التركية أنقرة عقب عودته من جولته الخليجية التي شملت 3 دول هي السعودية والكويت وقطر. وقال أردوغان: وجدنا فرصة لبحث الأزمة الخليجية وتقييم المسائل الإقليمية الأخرى، وأجرينا مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل الأزمة. وأضاف: من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جدا إعادة أعمار ما تم هدمه، وزيارتنا إلى عدد من الدول الخليجية تعد خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف. وتابع قائلا: الموقف الإيجابي الذي اتخذته قطر في الآونة الأخيرة جدير بالتقدير، وعبرنا عن تطلعاتنا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءاتنا في المملكة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.